بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ اول حاجه هعملها معاكم ان شاء الله نعمل بسبوسه وجلاش حلو. اول حاجه هنعملها الشربات. هنحط معايا 3 كوبايات من السكر اهو. انا عايزاه لا هو تقيل ولا هو خفيف كده. 4 5 وهحط عليه 5 كوبايات ميه. هرفع الشربات ده لحد الغليان على النار. هحتاج للبسبوسه كوبايتين من الزبادي اهو. مع معلقتين كبار من السمنه، دول حوالي كيلو الا ربع من الدقيق السمين اهو. هقلبهم كويس قوي مع بعض. هدوبهم بالشكل ده اهو. طبعا انا كده مولعه الفرن وكمان حاطه الشربات على البوتاجاز. بعد ما دوبتهم كده كويس قوي مع بعض بالشكل ده اهو بقوا بالكريمه دي. معايا حوالي 3 كوبايات ونص من دقيق السميد اللي هو بتاع البسبوسه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل بيه كله كده. هقلب كل ده مع بعضه لحد ما يبقى العجينه معايا لينه. طبعا لو احتاجت مني شويه لبن هحطهم او زبادي تاني مفيش مشكله اهو. بصوا بقى انا ضفت عليها كمان معلقه قشطه بلدي كانت عندي اهو، واصبحت العجينه كده تمام قوي. هجيب صينيه وادهنها زبده او جبت صينيه مدهونه من الزبده اهي او السمنه، وهفضي عليها البسبوسه بالشكل ده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وهوزعها كلها كده شكلها اهو. بعد ما نزلت في الصينيه هجيب بقى سوداني اي حاجه عندك مفيش اي مشكله، وهحطها بالشكل ده اهو. وهرص بيها كل الصينيه. انا الحقيقه لو عندك مكسرات ممكن تحطي، بس انا الحقيقه اولادي ما بيحبوش ابدا المكسرات دي، يحبوا ياكلوا المكسرات لوحدها كده. وهدخلها بقى الفرن. على بال ما البسبوسه تستوي في الفرن هنحضر مع بعض الكاستر بتاع الجلاش. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا 1 من اللبن الحليب، 2 3 4 معاهم 5 معالق من السكر. 1 2 3 4 5 و5 معالق من الكاستر ادي 1. طبعا مضاعفه الكميه اهو. هقلبه كويس قوي وهرفعهم على النار. وبعدين احضر بقى الجلاش بتاعي والسمنه بتاعتي. وده بقى الكاستر بتاعي اهو. بعد ما طلع هغطي عليه بقى بكيس بلاستيك عشان وشه ما يعملش قشره. واجهز بقى الجلاش بتاعي ده. صينيه دهنتها زبده او سمنه بلدي، وهجيب الجلاش بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. هفرده بالشكل ده.
وهسيب طرف لبره اهو علشان ابقى اغطي بيه على الحشو بالشكل ده اهو. قصادها برضو الناحية التانية ورقتين بالشكل ده اهو. هطلع برضو الطرف لبره اهو. وهكذا لحد ما اخلص اللفة بتاعتي بتاعت تحت اهو كده. المهم ان انا اطلع طرف كبير بره بالشكل ده اهو. برضو اهو بالشكل ده برضو وريها. برضو هاجي في النص وهحط اهو عشان تتحمل معايا الحشو. الحقيقه ان البسبوسه بتاعتي طلعت فقلت اوريها لكم الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. هنزل عليها بالشربات لسه طالعه حالا اهي. سامعين الصوت طشطشه. طبعا انا بالحله لاني مستعجله. عايزه اقول لكم ان ضيوفي وصلوا وانا لسه ما خلصتش اه. بسم الله لحد ما تشرب معايا الشربات كله بالشكل ده. نكمل بقى الجلاش بتاعنا. معلش توهتكم انا اسفه جدا يعني، بس انا اللي مستعجله جدا ومش عايزه اقول لكم، فبعمل كل حاجه مع بعضها. فده الورقه اللي في النص اهي بالشكل ده اهو. بسم الله اهو. وهجيبها برضو كده العكس بتاعها بالشكل ده برضو اهو. وهجيب بقى الكاستر بتاعي وافضيه كله. هشيل الكيسه من عليه كلها وهفضي الكاستر في النص زي ما انتم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهفرده على الجلاش بتاعي كله. عايزه اقول لكم ريحته وطعمه رهيب. على فكره انا عملت الفيديو ده في الاول خالص، يعني اللي متابعني هيعرف بالشكل ده اهو. انا اسفه طبعا الاضاءه ظلمها خالص يعني. شوفوا بقى التركايه. لو عندك بقى شوكولاته اللي هي بتاعه الحليب اللي هي فيها سكر اهو. بسم الله ما شاء الله اهو. هنفرد عليها شويه كده اهو عشان يبقى عامله زي الطبقتين بالظبط. وهنجيب من الخام رشه برضو بسيطه. اول حاجه بقى هعملها الاطراف اللي انا طلعتها بره هدخلها على الكاستر كده الاول. بسم الله كده عشان ما تطلعليش الحشوه بتاعتها بره خالص كده اهو. هقفلها كويس قوي بالشكل ده اهو. على الجناب كده وهحط سمنه.
هجيب بقى ورق ايه زي ما انا كنت عامله في الاول اهو. بسم الله. برضه هطلع الطرف بره عشان ابقى اقفل بيه لجوه اهو، وهكذا لحد ما اقفل الطبقه التانية من الوش. وده شكلها اهو. هقطعها قبل ما ادخلها الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. الشكل ده اهو. انا مولعه الفرن، هدخلها فيه بقى. ده الجلاش بتاعي اهو. بعد ما طلع هنزل عليه بالشربات. بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين؟ سامعين الطشه؟ رهيبه طبعا. الحقيقه ان انا مش هحط شربات كتير لان انا عندي لبن مكثف فهحط اهو. عندي لبن مكثف انا كنت عاملاه، هحط منه اهو. بسم الله كده عشان يعمل لي طعم وريحه حلوه. احط في الفراغات بس كده. عايزه اقول لكم بيبقى طعمه يجنن. يلا بقى جربوا طريقتي وبالهنا والشفا. لايك بقى، لايك. شايفين بقى بسبوسه حاجه كده بسم الله ما شاء الله رهيبه ومرمله وجميله جدا. سامعين؟ مقرمشه ورهيبه. شوفوا بقى مورده كلها اهي مورقه. شايفين بقى الحشوه الكاستر مع لا حاجه بصراحه. بصراحه بقى هي مش عايزه شكر، هي عايزه تتاكل كده. حلوه جدا وسكرها معقول قوي. جربوا كده وبألف هنا وشفا. عايزه لايك بقى، لايك لو سمحتوا، لايك. باي باي، مع السلامه.